شريف شحادة المحترف السابق في ملاعب كرة القدم واللاعب حاليا في ميادين التحليل السياسي على وسائل الإعلام. شحادة هو أحد أبرز الشخصيات في إدارة الأزمة السورية إعلاميا حاليا. ليش طلعت الشغلة حلوة والناس رضتها؟ لأنه طلعت بسيطة، ما فيها ارتباطات لا بوزارة خارجية ولا بقصر جمهوري ولا بشيء. طبيب الأسنان طالب إبراهيم مارس لسنوات طوال العمل البحثي والصحفي دون أن يوصله للنجومية، ليجد في الأزمة الراهنة فرصة جديدة للوصول إلى الأضواء ضمن العمل الطوعي المنسي. بعد شهر تقريبا ونص حتى الدولة انتبهت انه نحن موجودين، انه نحن موجودين على الخارطة، انه نحن عم نحكي، انه نحن عم ندافع. المضحك في الامر انه احيانا حاولنا الاتصال بجهات معينة انه طيب يا جماعة على الاقل قالوا لنا والله احكوا اللي بدكم اياه بس اذا غلطتوا بنحاسبكم. وفيما الساحة الإعلامية ممتلئة بغير المختصين، يظل لمصطفى المقداد وضعا خاصا. المقداد يعد أحد مسؤولي الدولة وهو حاصل على شهادة، إذ أن الأزمة أديرت إعلاميا من غرف أخرى. استشير أو أسأل عدد من زملائي الصحفيين أو معارفي اللي بيتعاطوا السياسة بشكل أساسي، ممكن كنت أسألهم عن بعض القضايا، لكن بالعموم أبدا ما كان في هناك غرفة لإدارة الأزمة ممكن يتم فيها تداول شكل من أشكال التعاطي الإعلامي مع أكثر من محطة أو التواصل مع جهات رسمية حتى تنقل الواقع على الأرض. الشارع السوري لم يقتنع أبدا باستقلالية هؤلاء المحللين وربطهم دائما بمرجعيات رسمية. الأزمة التي دخلت فيها البلاد دفعت بالمحللين السياسيين لأن يكتشفوا أنفسهم بعدما كانوا غائبين، وبعدما كانت الشاشات بحاجة إلى من يتحدث عليها ويحلل الأحداث، فالجميع انسحب. وكانت وزارة الإعلام في سوريا من أكثر الوزارات إخفاقا في معالجة هذا الأمر. دانيال عبد الفتاح، العربية، دمشق.